عارف انت الشعور اللي بيجيلك وقت المغربيه اللي بتحس فيه انك عايش في عالم مش طبيعي؟ هو تحس ان العالم مش حقيقي وبتقعد تلمس جسمك عشان تحس انك رايق وواعي للي حواليك. اهو الاحساس ده لحد النهارده محدش عارف بيجي منين. المخ البشري تقريبا فيه 86 مليار خليه عصبيه، كل خليه منهم بتشتغل بالكيمياء والكهرباء. نبضات صغيره من ايونات بتتحرك، بتفتح وتقفل قنوات زي مفاتيح الكهرباء. العلم بيقدر يشرح الكلام ده ويفهمك ازاي ده بيخلي المخ يعالج معلومات ويحلل صور ويفتكر مواقف، او حتى يخلي جسمك يتحرك. لكن اللي العلم ما يقدرش يقوله لك لان ما عندوش تفسير ليه لحد النهارده هو ازاي الاشارات الكهربيه دي بتتحول لشعور اصلا. ازاي شويه تفاعلات تديك احساس انك بتتالم او بتحب. ازاي عينيك مش بس بتسجل اللون الاحمر ولكن عقلك بيعيشه كاحساس سواء بالايجاب او بالسلب. عارف انت فاهم السؤال اللي عايز اساله ولا لا؟ لكن السؤال ده اتسال في التسعينات من ديفيد تشالمرز احد الفلاسفه، وكان السؤال هو ليه في احساس داخلي وجاي منين. جه عالم تاني اسمه بنجامين ليبت حاول يجاوب على السؤال ده وعمل تجربه على المخ. اكتشف فيها ان في مناطق معينه في الدماغ مسؤوله عن اللغه والذاكره والاحساس بالزمن، والتوليفه دي بتخلي المخ ياخد قرار بالحركه من قبل ما تحس انك هتاخد قرار انك تتحرك اصلا. والنتيجه اللي وصل لها دي خلته بدل ما يجاوب على السؤال اللي عمل عشان التجربه اصلا يطلع لنا بسؤال تاني اصعب، وهو مين اللي بياخد القرارات اصلا، انا ولا دماغي؟ ده انا دماغي طلعت مسوحاني بجد بقى. الاسئله الكتير دي خلت علم الاعصاب يقول لك ان تفسير الوعي الكامل بالعلم المادي بتاعنا ده شيء مستحيل، لانه تقريبا ده واحد من الاسرار اللي هتفضل عايشه معانا لحد ما نموت وعمرنا ما هنلاقي لها تفسير. واهلا بيك في انتروبيا.